فخر العرب محمد صلاح فخر العرب ولاعب منتخب مصر واسطوره فريق ليفربول الانجليزي. محمد صلاح من مواليد قريه نجريج تبع المركز بسيون محافظه الغربيه مصر. اتولد يوم 15 يونيو سنة 92 في أسرة متوسطة الحال زي أغلب الأسر المصرية. محمد صلاح زيه زي أي طفل بيتولد وهو بيحب الكورة، لا وكمان كان بيعشقها، بس ما كانش يعرف إنه هيحقق حلمه وهيبقى أكتر لاعب مؤثر في تاريخ الكرة المصرية، لا ده كمان في العالم كله. بس طبعا كل ده حصل بعد معاناة، هو ما حققش كل ده بسهولة. بدأ لعبه للكورة في أندية اتحاد بسيون وعثمانيون طنطا، ده قبل ما ينضم الناشئين نادي المقاولين العرب. لعب اول مباراه ليه في الدوري المصري الممتاز وهو عنده 18 سنه، وده كان قدام نادي المنصوره في لقاء انتهى بالتعادل 1-1. وقتها شارك صلاح كبديل في الماتش ده. سنه 2010 لعب صلاح اساسي مع نادي المقاولين العرب وسجل اول اهدافه 25 ديسمبر قدام النادي الاهلي المصري في لقاء انتهى بالتعادل برضه 1-1. موهبته ومهاراته العاليه وسرعته الفائقه خلته محل اهتمام وسائل الاعلام وحطت عيون الانديه المصريه الكبيره عليه. صلاح كان على وشك الانتقال لنادي الزمالك، لكن رئيس نادي الزمالك رفض الصفقه وقال انه سنه صغير انه يلعب في نادي كبير زي الزمالك، لا وكمان قال ان خبرته قليله. بعدها بفتره صغيره جه عرض لمحمد صلاح من نادي بازل السويسري، ودي كانت اول خطوه ليه اوروبيه بعيده عن مصر وانديتها، وده حرفيا حصل بعد ما نجم صلاح سطع في نادي المقاولين. اهتمام نادي بازل بيه كان كبير جدا وقدم ليه عرض وقتها ب 2 مليون يورو. علشان نيجي بعد احداث بورسعيد، قدم نادي بازل طلب ماتش ودي لمنتخب مصر باستاد رامكوف في بازل. صلاح شارك في الشوط الثاني وسجل هدفين، وانتهى اللقاء بفوز بازل 4-3. علشان نيجي ل 10 ابريل 2012 ويمضي صلاح عقد لمده 4 سنوات مع نادي بازل. صلاح طبعا ما ابتداش اساسي مع النادي وبداها في مقاعد بدلاء. شارك صلاح في اول مباراه ليه ضد نادي سيتو بوخارست وانتهت بهزيمه بازل 4-2، علشان صلاح يبدا اول مباراه ليه رسميه في الدوري التمهيدي لدوري ابطال اوروبا ضد نادي مولدا النرويجي، ودخل بديل في الدقيقه 74. صلاح ما استناش كتير على ما اتاقلم، لا ده دخل على طول في الاجواء وسجل اول اهدافه مع بازل كان ضد نادي لوزان بالدوري في دور ربع النهائي من بطوله الدوري الاوروبي. وفي دور ربع النهائي من بطوله الدوري الاوروبي سجل اول اهدافه الاوروبيه ضد نادي توتنهام الانجليزي علشان يعدي بازل ويفوز بضربات الجزاء ويروح يلاعب تشيلسي في نصف النهائي، رغم هزيمه بازل من تشيلسي وخروجه من نص نهائي الدوري الاوروبي، الا ان صلاح سجل وقتها هدف في نادي تشيلسي على ملعب ستانفورد بريدج. محمد صلاح فاز مع بازل بالدوري السويسري في موسم 2012، لا وكمان خد افضل لاعب في الدوري السويسري عام 2013. صلاح شارك مع نادي بازل في 79 مباراه سجل فيهم 20 هدف في مختلف البطولات. لا وكمان صلاح موهبته كانت بتزيد مع الوقت وكانت بتبان انه هيبقى لاعب جامد علشان كان دايما بيجتهد وبيتعب اكتر من اي لاعب تاني. نيجي لموسم 2013 2014 بيجي لصلاح عده عروض من اهمها نادي تشيلسي وليفربول علشان صلاح يقرر انه ينضم لقلعه ستانفورد بريدج. في 26 يناير 2014 اعلن نادي تشيلسي عن اتمام صفقه انتقال صلاح للنادي، صفقه قدرتها الصحافه الانجليزيه بقيمه 11 مليون جنيه استرليني، علشان يجي 8 فبراير 2014 ويسجل صلاح اول ظهور ليه مع تشيلسي ضد نادي نيوكاسل. وسجل صلاح اول اهدافه في مباراه ضد نادي ارسنال انتهت بنتيجه 6-0 لصالح تشيلسي. وفي 5 ابريل من نفس العام افتتح صلاح التسجيل ثم حصل على ضربه جزاء اللي جه منها الهدف الثاني، لا وكمان صنع الهدف الثالث علشان تنتهي المباراه بنتيجه 3-0 ضد نادي ستوك سيتي. لكن صلاح مع نادي تشيلسي ما قدرش يحصل على فرصه انه يلعب اساسي وانه يثبت نفسه لانه كان بيلعب اكتر الاوقات بديل والفترات قليله جدا من وقت الماتش. نيجي الموسم 2014 اوضاع صلاح مع تشيلسي ما كانتش مستقره، بالذات لما صلاح حب يقدم طلب انتساب لاحد المعاهد لاستكمال دراسته في مصر. موسم صلاح الثاني ما اختلفش كتير عن الموسم الاول، شارك فيه في 3 مباريات طول الموسم، بس اوضاع صلاح ما كانتش احسن حاجه في نادي تشيلسي ولا مع النادي ولا مع جمهوره، بسبب انه كان احتياطي لفتره طويله ودي حاجه ما كانش متعود عليها صلاح في مسيرته الكرويه. لذلك كان قراره بالرحيل عن الدوري الانجليزي وانجلترا كلها. في يوم 3 فبراير 2015 انتقل صلاح لنادي فيورنتينا على سبيل الاعاره لمده 6 شهور. صلاح لعب اول مباراه ليه مع فريقه الجديد كانت ضد اتلانتا، فازوا فيها بنتيجه 3-2 بعد ماتش كان تكسير عظام بين الفريقين. في الماتش اللي بعده شارك صلاح ضد السولو وسجل اهدافه مع الفيولا في الماتش اللي انتهى بفوزهم بنتيجه 3-1، ودي كانت اول مباراه يلعب فيها اساسي. ثاني هدف لصلاح مع فيورنتينا كان ضد نادي تورينو لما دخل وقتها كبديل في الدقيقه 66، كان وقتها فريقه متعادل وقدر صلاح يسجل هدف لفريقه في الماتش ده. بروز صلاح كان بيكبر مع الوقت مع فيورنتينا، خصوصا انه بعد ماتش انتر ميلان لما نزل كبديل في الماتش وقدر يسجل هدف عشان تفوز فيورنتينا ضد انتر ميلان وتاخد 3 نقط غاليين. في الدوري الاوروبي لعب صلاح اساسي في دور ال16 وسجل الهدف الثاني ضد توتنهام في مباراه الاياب علشان تفوز فيورنتينا تعدي لدور الثمانيه بمجموع نتيجه 3-1. وفي اول مباراه لصلاح في كاس ايطاليا كانت ضد يوفنتوس، سجل صلاح هدفين لفريقه علشان تكسب فيورنتينا 2-1 وتخرج يوفنتوس من منافسه الكاس بسبب صلاح علشان صلاح يكون اول لاعب يسجل هدفين في شباك اليوفي. لعب محمد صلاح مباراه الذهاب من نص نهائي الدوري الاوروبي وفي المباراه دي فازت فيورنتينا 2-0 وقدم صلاح اداء مميز في المباراه، بس للاسف خسروا ماتش العوده بنتيجه 3-0 علشان يخرجوا من البطوله. بس رغم كده اختير صلاح في التشكيله المثاليه للبطوله. يوم 6 اغسطس 2015 انضم محمد
محمد صلاح لنادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء للنادي، وذلك مقابل 5 مليون يورو. وفي 20 سبتمبر 2015 سجل صلاح أول أهدافه في الموسم ضد ساسولو، وساعد روما على اقتناص نقطة مهمة، وقتها انتهت المباراة بالتعادل 2-2. وسجل صلاح في المباراتين التاليتين ضد سامبدوريا وانتهت بالخسارة 2-1، وفي مباراة ضد كاربي انتهت بالفوز 5-1. وفي 25 أكتوبر 2015 سجل صلاح ضد ناديه السابق فيرونتينا لمساعدة روما في الفوز بالمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الإيطالي. وفي نهاية الموسم حصل صلاح على جائزة لاعب الموسم في روما. أما في 3 أغسطس 2016 قامت روما بشراء صلاح من تشيلسي مقابل 15 مليون يورو، وكان موسم 2016-2017 ده من أفضل مواسم صلاح. وقتها قدر صلاح إنه يحرز 19 هدف في الموسم، منهم 15 في الدوري الإيطالي وهدفين في كأس إيطاليا وهدفين في الدوري الأوروبي في مرمى ليون الفرنسي. وبكده احتل صلاح المركز الثاني في قائمة هدافي ناديه بعد إيدين جيكو. لا وكمان صنع 11 هدف لزمايله في الدوري الإيطالي معظمها لإيدين جيكو، وبكده احتل صلاح المركز الثاني في الدوري الإيطالي من صناعة الأهداف بعد مهاجم نابولي خوسيه كايبخون. وبقى صلاح اكتر لاعبي روما في الموسم تشكيله للفرص على المرمى بحوالي 80 فرصه، وتاني اكتر لاعب تسديدا على المرمى ب 64 تسديده بعد ايدين جيكو صاحب ال 160 تسديده على المرمى. وكمان سجل اول هاتريك ليه مع روما في فوزه على بولونيا بنتيجه 3-0. علشان كده اختير صلاح كافضل لاعب في روما في الدوري الايطالي موسم 2016-2017. وفي 20 يونيو 2017 ونتيجه تالق صلاح اللافت في موسمه الاخير مع روما، اعلن نادي ليفربول الانجليزي عن تعاقده مع محمد صلاح بصفقه تاريخيه على جميع المستويات. وقتها بلغت قيمة الصفقة 42 مليون يورو، وكمان 8 مليون يورو تحت بند المكافآت. والصفقة دي خلت محمد صلاح أغلى صفقة في تاريخ ليفربول. لا والصفقة دي كمان خلت محمد صلاح أغلى لاعب أفريقي بعد ما حطم رقم زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني. استمر محمد صلاح بكسر الأرقام القياسية، والمرة دي أصبح أغلى لاعب عربي متفوقا على مهاجم ليستر سيتي إسلام سليماني. لا وكمان بالصفقة دي أصبح محمد صلاح صاحب أغلى صفقة بيع في تاريخ نادي روما الإيطالي. كان صلاح على موعد مع موسم تاريخي هو أفضل مواسمه، ففي مباراته الرسمية الأولى في الدوري الإنجليزي في يوم 12 أغسطس قدر صلاح يسجل هدف في مرمى واتفورد علشان تنتهي المباراة بالتعادل ب3 أهداف لكل فريق. وفي مباراته الثانية في دوري أبطال أوروبا سجل هدف في مرمى هوفنهايم الألماني. ونيجي لمباراته الثالثة في الدوري سجل هدف في مرمى أرسنال بعد انطلاقة لمسافة 65 كيلو بسرعة 10 متر في الثانية، أي ما يعادل 36 كيلو متر في الساعة. والهدف ده اختاروه كأفضل هدف لنادي ليفربول في شهر أغسطس 2017. لا وكمان تم اختيار محمد صلاح كأفضل لاعب في النادي في نفس الشهر. اتمكن محمد صلاح في الجولة ال11 من الدوري الإنجليزي إنه يصبح هداف البطولة بوصوله للهدف السابع. وفي 11 نوفمبر 2017 تمكن صلاح من تحقيق رقم قياسي كبير لما سجل هدفين في مرمى ساوثهامبتون رفع بهما رصيده إلى 9 أهداف، وبكده عزز صلاح صدارته في هداف الدوري الإنجليزي في 12 مباراة بس. لا وكمان حطم صلاح رقم أسطورة ليفربول روبي فاولر اللي تمكن من إحراز 8 أهداف في أول 12 مباراة للفريق في الدوري. وكمان عزز صلاح صدارته في قائمة هدافين الدوري بعد هدف تشيلسي في مباراة خلصت 1-1 علشان يوصل لهدفه العاشر في 13 مباراة ويصبح أسرع لاعبي ليفربول عبر التاريخ وصولا إلى 10 أهداف. وفي نهاية الموسم تمكن صلاح من الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدف في 36 مباراة ليكون أول مصري يحصد الجائزة. وفي 17 مارس 2018 سجل محمد صلاح أول سوبر هاتريك ليه 4 أهداف مع نادي ليفربول ضد نادي واتفورد في مباراة فوز 5-0. وبكده صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يحقق الإنجاز ده. وفي 31 مارس 2018 حقق صلاح رقمين قياسيين بهدفه في مرمى كريستال بالاس في مباراة فاز فيها فريقه 2-1. وقتها صلاح بقى أكتر لاعب أفريقي تسجيلا للأهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدف بالتساوي مع النجم دروجبا، وكمان قدر يتخطى الرقم ده لما وصل ل 32 هدف بحلول نهاية الموسم. كمان نجح صلاح في إنه يبقى أكتر لاعب قدر يسجل في عدد مختلف من المباريات في الموسم في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 24 مباراة بعدما تخطى الهولندي روبن فان بيرسي اللي سجل في 21 مباراة مختلفة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو اللي حقق نفس الرقم مع نادي مانشستر يونايتد. حقق صلاح ألقاب في الموسم ده، منها إنه أصبح أكتر اللاعبين تسجيلا للأهداف بالقدم اليسرى في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي، وكمان بقى تاني أكتر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد مع ليفربول عبر التاريخ برصيد 44 هدف بعد أسطورة النادي إيان راش اللي سجل 47 هدف. وبعد كده نجح صلاح في تخطي كل هذه الارقام لما وصل ل 44 هدف في نهايه الموسم بواقع 32 في الدوري ليصبح اكتر لاعب تسجيلا للاهداف في موسم واحد في الدوري الانجليزي، متخطيا شيرر وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز اصحاب ال 31 هدف. وكمان سجل صلاح هدف في كاس الاتحاد الانجليزي بالاضافه الى 11 هدف في دوري ابطال اوروبا بدور التمهيدي. وسجل صلاح اهداف في الدوري الانجليزي في الموسم ده اكتر من 3 انديه في البطوله، وهم وست بروميتش البيون 31 هدف وسوانزي سيتي
28 هدف، وهيدرسفيلد تاون 28 هدف. وعلى المستوى الجماعي نجح صلاح مع فريقه في الحصول على المركز الرابع في الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة و84 هدف كثنائي اقوى هجوم في البطولة بعد مانشستر سيتي الفائز باللقب واللي كان سجل 106 هدف. لا وكمان ساهم صلاح في 42 هدف من اهداف فريقه في الدوري، مسجل 32 وصانع 10 اهداف، وبكده ساهم صلاح في نصف اهداف فريقه في الدوري اي بنسبة 50%. وده ساهم في حصول صلاح على جائزة افضل لاعب في الدوري الانجليزي 2018 من رابطة اللاعبين المحترفين. ويعد اكبر انجاز لصلاح مع ليفربول في هذا الموسم هو الوصول الى نهائي دوري ابطال اوروبا منذ نهائي 2007. وحصل ليفربول على المركز الثاني بعد هزيمته من نادي ريال مدريد الاسباني بنتيجة 3-1 في نهائي تعرض فيه محمد صلاح للاصابة في الكتف بعد تدخل مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس اللي اقبض على ذراع صلاح ليسقط ارضا بعد مرور نص ساعة بس من وقت المباراة. حقق ليفربول في البطولة دي رقم قياسي بتسجيل 47 هدف كاكبر عدد من الاهداف في نسخة واحدة من دوري الابطال، سجل منها صلاح 11 هدف بالتساوي مع زميله البرازيلي روبرتو فيرمينيو بطل دوري الابطال وهداف الدوري للمرة الثانية 2018 2019. في 2 يوليو 2018 وقع صلاح عقد جديد طويل الاجل مع ليفربول. المدير الفني يورجن كلوب قال ان الاخبار كانت مهمه كبيان نوايا فيما يتعلق بوضع ليفربول في عالم كره القدم علشان يخلي صلاح يلتزم مع النادي اكتر. في 30 اغسطس 2018 تم اختيار صلاح ضمن قائمه المرشحين الثلاث رجال كافضل لاعب في العالم من الاتحاد الاوروبي لكره القدم، ووقتها جه في المركز الثالث. لا وكمان ادرك في القائمه المختصره المكونه من 3 رجال ضمن قائمه افضل لاعبي الاتحاد الاوروبي لكره القدم ويفا فورورد اوف ذا سيزون، وجه وقتها في المركز الثاني. وفي 3 سبتمبر تم اختياره ضمن القائمه المختصره المكونه من 3 لاعبين كافضل لاعب في فيفا، وقتها حصل على المركز الثالث وكمان حصل وقتها على جائزه بوشكاش لهدف العام. وفي 24 اكتوبر سجل صلاح هدفين امام النجم الاحمر بولغارد في دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا، وكان هدفه الثاني هو هدفه ال50 للنادي من خلال 50 هدف في 65 مباراه. وبكده اصبح صلاح اسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل الى نصف القرن. في 19 يناير 2019 سجل هدفه رقم 50 في الدوري الممتاز بفارق 4-3 على كريستال بالاس، وبكده صلاح بقى رابع اسرع لاعب يحقق الانجاز ده الى جانب فرناندو توريس. وفي 5 ابريل سجل هدفه ال50 في الدوري الانجليزي الممتاز لليفربول فوزه بنتيجه 3-1 على ساوثهامبتون. كده صلاح حطم الرقم القياسي لسجل توريس ليصبح اسرع لاعب في الوصول للنادي. وفي 26 ابريل ظهر للمره ال100 مع ليفربول وحقق الرقم القياسي اللي سجله كل من روجر هانت وسامري بولد، وبكده بقى اللاعب الاكثر تسجيلا للاهداف في القرن الاول من ظهوره للنادي. وكمان حصل صلاح بعد كده على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الانجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي. وفي 1 يونيو قدر محمد صلاح يسجل هدف الشخص الاول على الاطلاق في نهائي دوري ابطال اوروبا عام 2019 ضد توتنهام من ركله الجزاء، وبكده قاد محمد صلاح فريقه لتحقيق اللقب للمرة السادسة في تاريخه بطل الدوري الانجليزي الممتاز 2019 2020. في 9 اغسطس 2019 سجل صلاح هدف ليفربول الثاني في الفوز 4-1 على نورويتش سيتي في المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الممتاز 2019 2020. وفي كاس السوبر الاوروبي 2019 في 14 اغسطس سجل صلاح ركله ليفربول الخامسه والحاسمه من ركلات الترجيح اللي انتهت بالفوز 5-4 على نادي تشيلسي. وفي ديسمبر من نفس السنه خد صلاح المركز الخامس في جائزه الكره الذهبيه، وشارك في المباراه الرقميه ليه في الدوري الانجليزي في وقت لاحق من الشهر، واحتفل بالمناسبه دي بهدف وصناعه فوز ليفربول 3-0 على بورمونت ليصبح خامس اعلى هداف افريقي في تاريخ الدوري الانجليزي. وفي وقت لاحق من نفس الشهر فاز ليفربول بكاس العالم للانديه، وقتها حصل صلاح على جائزه الكره الذهبيه كافضل لاعب في البطوله. نيجي ل 29 يناير سجل صلاح هدف ليفربول الافتتاحي في مباراه الفوز 2-0 على ويست هام يونايتد، والفوز ده جعل النادي يفوز على جميع الفرق المشاركه في الدوري الانجليزي لهذا الموسم، وهي المره الاولى في تاريخ النادي يوصل فيها للانجاز ده. وفي 7 مارس سجل صلاح الهدف الافتتاحي في الفوز 2-1 على بورنموث عشان يحقق ليفربول رقم قياسي في الدوري الانجليزي بالفوز في 22 مباراه متتاليه على ارضه. سجل صلاح هدفه ال20 في الموسم ليصبح اول لاعب من ليفربول يسجل 20 هدف في جميع المسابقات في 3 مواسم متتاليه. مع هدفه ال70 في الدوري الانجليزي الممتاز في مباراه ال100 مع ليفربول اصبح صلاح اسرع لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز يصل للرقم ده، وكسر الرقم السابع اللي كان يحمله فرناندو توريس. صلاح بيتجاوز الهدف رقم 100 في الدوري الانجليزي 2020-2021. افتتح صلاح موسم 2021-2022 بهدف وصنع هدفين في الفوز 3-0 على نورويتش سيتي، وبتسجيله ده اصبح صلاح اول لاعب يسجل في المباراه الافتتاحيه ال5 مواسم متتاليه من الدوري الانجليزي الممتاز.
في 12 سبتمبر سجل صلاح هدفه رقم 100 في الدوري الانجليزي الممتاز في الفوز 3-0 خارج ارضه على ليدز يونايتد. وفي 25 سبتمبر سجل صلاح هدفه رقم 100 في الدوري الانجليزي الممتاز مع ليفربول في مباراة التعادل 3-3 خارج ارضه امام برنتفورد. سجل صلاح 100 هدف في الدوري الممتاز في مباريات اقل من اي لاعب في تاريخ ليفربول، وحقق الرقم القياسي في 151 مباراة، اي اقل من روجر هانت اللي وصل الى ذلك الرقم في 152 مباراة بمباراة واحدة علشان ينقلوا الهدف ده لقائمة افضل 10 هدافين في تاريخ نادي ليفربول. نيجي في 19 اكتوبر، صلاح بقى اول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هدف في 9 مباريات متتالية بهدفيه في الفوز 3-2 على اتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا. هدفه الثاني رقم 31 في دوري ابطال اوروبا خلاه هداف ليفربول التاريخي في المسابقة، وتجاوز الاهداف ال30 اللي سجلها ستيفن جيرارد. في مباراته التالية في 24 اكتوبر وصل صلاح تحطيم الارقام القياسية لما جاب هاتريك ضد عدو ليفربول اللدود مانشستر يونايتد ويفوزوا بنتيجة 5-0 على ملعب اولد ترافورد. وبتسجيله 3 أهداف أصبح صلاح هو اللاعب الأفريقي الأعلى تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزا 104 هدف اللي سجلهم ديديه دروجبا. وكمان بقى أول لاعب من ليفربول يسجل في 10 مباريات متتالية، وكذلك أول لاعب من ليفربول يسجل في ملعب أولد ترافورد في 3 مباريات متتالية. وكمان بقى أول لاعب خصم يسجل هاتريك في ملعب أولد ترافورد منذ كريستيانو رونالدو عام 2003، وبكده بقى أول لاعب يعمل كده في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. دي كانت معظم مسيرة صلاح ومعظم الأرقام اللي حطمها صلاح مع الأندية، ولسه في جزء تاني لباقي الأرقام اللي عملها صلاح مع ليفربول ومع منتخب مصر. يلا أشوفك في حكاية جديدة. سلام يا صاحبي.